أهلا بيكم يا أبطال في عالم تاني، عالم ما فيهوش رحمة، فيه السهم بيحكم قبل السيف، وكل خطوة ممكن تكون الأخيرة. لنهارد معانا بداية حكاية ملك القوس، أسطورة آتي كتبت بدم مش بحبر، وملحمة من القوة، الخيانة والانتصار، ودي مش نجمة بس بداية. ده الجزء الأول والثاني من الحكاية وليجئت أعظم. فلو أنت من عشاق الحكايات اللي فيها نار وحماس، اضرب لأيك واشترك في القناة علشان المعركة لسه في أولها. ومن غير ما نطول عليكم إلا بين نبدأ الأسطورة. بينما كان يسير وسط جثث زملائه باحثا عن ناج، هاجمه فارس بالسيف، لكن تايجر باغته بسهم قاتل أرداه في الحال حتى حصانه فر هاربا. تابع سيره إلى أن رأى مجموعة جنود بقيادة المحارب الفظية إيلين. عندها أدرك أن عليه إنهاء هذه الحرب بقتل القائدة نفسها. أطلق سهما باتجاه حصانها ليفتح طريقا إليها، لكنها رأته من بعيد وانطلقت نحوه بسيفها. أطلق سهما تجاهها، لكنها ببراعة لا تصدق قطعت السهم إلى نصفين. حينها فهم تايجر أنه لا جدوى من المقاومة، فثبت في مكانه حتى وصلت إليه إيلين، وضعت سيفها على رقبته واقتادته كأسير. وفي اليوم التالي استيقظ تايجر في زنزانة مريحة لدرجة فاقت شقته الخاصة. استيقظ على جندية وضعت سيفها في فمه واقتادته إلى حيث تجلس إيلين خلف طاولة. تحدثت ببرود وقالت له إنه الآن أسير حرب، وبما أنه لورد على منطقة تدعى إليس فهي قد تطلق سراحه مقابل فدية كبيرة. رفض تايجر عرضها مؤكدا أن إليس فقيرة ولا تملك المال، غضبا من معاملتهم له، خاصة عندما علم أنهم يشككون في كونه رام ماهر. لإثبات الحقيقة أخذوه إلى ساحة الرماية. أعطي قوسا لكنه كان مكسورا، فأخفق في إصابة الهدف وسخر منه الجميع. وفجأة رأى رجلا فوق أحد المباني يصوب قوسا صغيرا نحو إيلين. حاول تحذيرها لكن السهم انطلق بالفعل. لحسن الحظ كان هناك درع سحري حماها من الضربة. القاتل فر والجنود طاردوه، لكن تايجر رغم أن قوسه تالف تمكن من إصابة القاتل في قدمه بسهم أطلقه في السماء وأوقعه أرضا. اندهش الجميع من دقته، وأعجبت إيلين بمهارته، فعرضت عليه الانضمام لجيشها ووعدته بمعاملة تليق به، لكنه رفض مؤكدا أن مهمته حماية بلاده. في اليوم التالي خرج مع جندي يدعى بالدي، الذي اتضح لاحقا أنه من أفسد القوس في البداية، لكنه الآن أصبح من كبار المعجبين بتايجر، بل وحلق شعره تعبيرا عن ندمه. ذهبا معا إلى قاعة الطعام وبعدها إلى ساحة التدريب، حيث بدأ بعض الجنود يطلبون من تايجر تعليمهم الرماية. وبعد التدريب ذهب ليستحم، لكنه شعر بنظرات الجنود تلاحقه بكره شديد، فهم لا يطيقون فكرة أن رجلا قتل رفاقهم يكرم الآن. فغادروا المكان بهدوء ليجنب نفسه المشاكل. في طريقه لمح تنينا صغيرا تابعا لإيلين ثم ذهب لينام، لكن بالدي أيقظوا فجأة وأخبره بأنهم قبضوا على رجل مسن من مملكته. أسرع تايجر ليرى من يكون، ليكتشف أنه خادمه القديم بيرت الذي خدم والده قبل موته. أخبره بيرت أن هناك هجوما من لورد عدو وأنهم بحاجة ماسة إليه. من دون تردد ركض تايجر نحو البوابة ليغادر، لكن إيلين أوقفته بسيفها وسألته إلى أين يذهب في هذا الوقت المتأخر. أخبرها بنيته المغادرة وأوضح أنه لا يملك خيارا سوى إنقاذ شعبه، وإن لم تسمح له بالمرور فلن يتردد في عصيان أوامرها. لكنها لم تتحرك وأخبرته أن الهروب من المعسكر يعني الإعدام. تايجر أدرك حينها أنها كانت تستطيع أن تقتله بسهولة، لكنها لم تفعل. فكر سريعا ثم انحنى أمامها طالبا مساعدتها. صدم الحضور من جرأته، فهو أسير ويطلب جنودا. لكن الأغرب أن إيلين ضحكت معجبة بإصراره ووافقت على دعمه. اشترطت عليه فقط أن يقسم بالولاء لمملكتها وأن تكون قريته تحت حمايتها، فوافق دون تردد، طالبا فقط أن تحكم شعبه بالعدل. أعجبت بكلماته وجمعت 1000 جندي بسرعة وانطلقوا فورا نحو إليس. في تلك الأثناء كانت تيتا خادمة تايجر تقود خطة الدفاع في القرية، فاخبأت الرجال في الغابات وأرسلت النساء والأطفال إلى الكنيسة طلبا للأمان. أما العدو زيون فقد استشاط غضبا عندما وجد المدينة خالية. توجه مباشرة إلى بيت تايجر وبدأ بتخريبه. عند صعوده للطابق العلوي وجدت تيتا ممسكة بقوس أسود طاردها بجنون، وبدأ يقطع ملابسها وهي تركض خوفا وكأنه يريد منها أكثر من مجرد سلاح. وصلت إلى الشرفة لكنه لحق بها وضغط عليها وهم بقتلها. في اللحظة الحاسمة ظهر تايجر وأطلق سهما أصاب يد زيون وأجبره على التراجع. طلب من تيتا أن تقفز من الشرفة، وعندما فعلت أمسك بها في الهواء.
استخدمت سحر الرياح لتخفف السقوط. شرحت له أن سيفها الأسطوري لا يعمل إلا لمحاربة حقيقية ويمنحها قدرة التحكم بالرياح. شكرها، لكن فجأة لاحظ سهما يتجه نحوها. التقطه بيدي وأطلقه على من أطلقه وقتله رغم أنه جرح في ذراعه. تيتا قطعت قطعة من ملابسها وربطتها على جرحه. بعدها استعدت إلين للهجوم الأخير، لكن تايجر أدرك أن قوسه القديم قد انكسر. عندها أعطته تيتا القوس الأسود المقدس الذي كانت تحتفظ به لعائلته. تذكر حينها كلمات والده التي أخبره أن يستخدمه فقط في الأوقات الحرجة. شعر أن الوقت قد حان، والآن لم يعد هناك مجال للعودة. العدو يملك 3000 جندي وهم بالكاد ماث، فهل سيتمكن تايجر من إنقاذ قريته؟ وهل سينتصر على جيش يفوقه عددا ب3 أضعاف؟ ما كان يعرفه الجميع وقتها أن قوات العدو انسحبت سريعا من المدينة، لكنهم تركوا وراءهم 300 قتيل. في أعقاب الهجوم تمكن زين وبقية قواته من الفرار، وبدأوا في وضع خطتهم التالية. أوكلت لتيتا مهمة جمع كمية كبيرة من الحبال من سكان قرية كورو، حيث ستستخدم هذه الحبال في المرحلة القادمة من المعركة. أما زين فكان يغلي من الغيظ يراقب الجنود المصابين وهم يعرجون عائدين إلى المدينة. كلما لمس شيئا ازداد الألم في ذراعه المصابة، وكان ذلك يلهب داخله نيران الانتقام من تايجر. قرر البقاء في أرض المعركة ونصب كمين لقوات تايجر القادمة. كان واثقا من تفوقه العددي، فقسم جيشه إلى 3 مجموعات: الأولى لمهاجمة القوات الرئيسية، الثانية لمحاصرة الأجنحة، والثالثة لمواجهة تايجر وجها لوجه. في المقابل كان تايجر يعلم أن قواته أقل بكثير، فوضع خطا مشابهة وقسم جيشه إلى 3 مجموعات، وتولى بنفسه قيادة الجبهة الأمامية لمواجهة زين مباشرة. أما إلين فكانت قد استعدت بدورها للمعركة، وأخرجت سيفها وقادت الجنود في هجوم شرس على العدو. عندما التقى الجيشان أطلق رمات العدو وبلا من السهام القاتلة، والتي كادت تقضي على قوات تايجر لولا سحر الرياح الخاص بإلين الذي شكل حاجزا حماهم من الهجوم. رأى تايجر أن قواتها تحت ضغط كبير، فصوب على رمات العدو وقتل 3 منهم بضربة واحدة. أثارت هذه المهارة إعجاب إلين، وشعرت أن تايجر قد يصبح خصما قويا في المستقبل، لكنها واصلت التقدم تقود قواتها وسط رماح العدو. كان تايجر يساندها من الخلف يرمي سهامه بدقة قاتلة، بينما كان خادمه بيرت يزوده بالسهام أولا بأول. وفي منتصف ساحة المعركة اصطدم فرسان الطرفين وتحولت الأرض إلى فوضى دموية. استمرت إلين في القتال تقتل أعداءها بدقة لا ترحم، وتايجر يغطيها من بعيد حتى بدأت الكفة تميل لصالحهم. فجأة دوى زئير مرعب في أرجاء الميدان جعل الجميع يتوقف عن القتال. شعر تايجر أن شيئا ما ليس على ما يرام، إذ انقسمت صفوف العدو وظهر تنين أرضي عملاق جسده مغطى بصفائح حديدية سميكة يتحرك ببطء لكن بثبات مهيب. رغم الخوف الذي أصاب الجنود اندفع بعضهم بشجاعة نحو الوحش طمعا في المجد، لكن التنين سحقهم بلا رحمة. حاول تايجر إصابته في عينه، لكن سهامه لم تؤثر على جلده القاسي. زين الذي كان يظن أنه يملك زمام المعركة أمر قواته بمحاصرة جيش تايجر من الجانبين، لكن تايجر كان قد توقع هذه الحركة، فأبقى مجموعة احتياطية على الأطراف. كسرت الحصار بسرعة وخفت الضغط عن الجبهة. تقدمت إلين نحو التنين طالبة من الجنود التراجع، ثم بدأت تجهز طاقتها السحرية. ركزت قواها وخلقت كرة ضخمة من الرياح الجليدية، ثم عند اقتراب التنين ضغطت طاقتها وأطلقتها كقذيفة مركزة. ارتفع التنين في الهواء ثم انشطر نصفين وسقط ميتا. انهار زين من الصدمة وبدأ يبحث عن خطة بديلة. في هذه اللحظة أمر تايجر بانسحاب تكتيكي بدا وكأنه هروب، فبلع جنود زين الطعم واندفعوا خلفهم، ولكن ما إن تقدموا حتى علقت أقدامهم في حبال مخفية سحبوا من خلالها ليسقطوا أرضا وسط الفوضى التي استغلها جنود تايجر للهجوم المضاد. استعادت قوات تايجر زمام المعركة وبدأت تقترب من قلب جيش العدو، وفي تلك الأثناء نشر الكشاف إشاعة بين صفوف زين مفادها أن هناك 1000 جندي إضافي من قوات تايجر قادمون من الخلف. اجتاح الرعب معسكر زين،
خاصة وأنه كان يظن أن عدد جنود تايجر لا يتجاوز 1000. الحقيقة كانت أن تلك القوات لم تكن إلا خدعة، إذ استخدم تايجر مئات الخيول الفارغة تصدر ضجيجا مهولا لإيهام العدو بتعزيزات وهمية. نجحت الخطة، وبدأ زين يفكر باستخدام تنينه الثاني، لكن مستشاريه حذروه من ذلك وذكروه كيف قتل التنين الأول بسهولة. وسط الضباب والاضطراب قرر زين الانسحاب رغم اعتراض بعض جنوده الذين شعروا بأن النصر كان في متناولهم، لكنه كان مرعوبا. لاحقه جيش تايجر حتى التقى به تايجر نفسه وواجهه مباشرة. اتهمه زين بالخيانة لأنه تحالف مع إيلين التي كانت عدوة في السابق، لكن تايجر لم يتأثر بكلامه وأقسم أنه سيحاسبه على ما فعله في قريته. عرض زين عليه نزالا فرديا لحسم النزاع، ورغم أن تايجر لم يكن محاربا بالسيف بل رام بارع، إلا أنه قبل التحدي. إيلين حاولت منعه مؤكدة أنه يمكن إنهاء الأمر بالجيش، لكنه أصر فكرامته فوق كل شيء. ركب تايجر حصانه وأمسك قوسه بينما وقف زين بسيفه ودرعه. بدأ تايجر بإطلاق السهام وزين يصدها بالدرع، لكن تايجر ركز كل رميه على نفس النقطة حتى أصاب ذراع زين في النهاية وأجبره على السقوط. هتف جنود تايجر بانتصار قائدهم، لكن جنود زين حملوا قائدهم الجريح وعادت المعركة لتشتعل مجددا. زين هذه المرة هرب على متن تنينه وهو يضحك بجنون. شعر تايجر بالحزن إذ لم يتمكن من إنهاء الأمر بنفسه، وفجأة سمع صوتا غريبا ينبعث من قوسه يأمره بأن يصوب على التنين. كان الصوت صادرا من القوس السحري ذاته. اتحدت قوى القوس مع سحر إيلين، وأطلق تايجر سهما واحدا أصاب التنين وقله فورا، فسقط في بحيرة وهو يحمل زين وغرقا معا. بموت القائد انهارت معنويات جنوده واستسلموا على الفور وانتهى الصراع. في اليوم التالي دخلت تيتا الغرفة لتجد إيلين تلعب بالسيف مع تايجر، فشعرت بالغيرة، وعندما علمت أن تايجر ينوي الخروج للتنزه حضرت له طعاما وارتدت أجمل ما لديها. أخبرها بهدوء أنه لن يذهب برفقتها فهو ليس في نزهة، لكنها أصرت فذهب معا. في هذه الأثناء كانت الأوضاع في فيرون قد هدأت بعد انسحاب قوات العدو من إليس. المنطقة باتت آمنة مؤقتا، لكن هذا السلام كان هشا. في مكان آخر كانت دوق نارود ود زين يغلي من الغضب بعد الهزيمة الساحقة. أمر الساحر الخاص به بتجهيز مجموعة من التنانين الجديدة لهجوم شامل ضد تايجر، لكن تلك الخطة ستستغرق شهرا كاملا. فقرر نارد اللجوء إلى خطة أسرع، استئجار مجموعة من القتلة المحترفين للتخلص من تايجر والبدء في حرب جديدة. في تلك اللحظة كانت إيلين تمر بأزمة حقيقية، فقد تلقت استدعاء عاجلا من مملكتها زه في نفس الوقت الذي كانت فيه تساعد تايجر ابن مملكة فيرون المعادية. تصرفها بدا غير محسوب، إذ قررت الذهاب لتقديم الدعم دون إذن من ملكها، ولذلك كان عليها الآن أن تشرح للملك سبب تدخلها في الحرب من دون تصريح. المخلصة ليمو مساعدتها الوفية سألتها إن كانت تثق في تايجر إلى هذه الدرجة. اعترفت إيلين بأنها تشعر بتغير في مشاعرها